ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم صنف جميل عملته قبل كده وحبيت افكركم بيه تاني. كلنا عارفين القرنبيط المقلي واكلنا منه كتير. كم واحد جرب القرنبيط بالفرن؟ يلا بينا نشوف الجمال ده عملناه ازاي. معانا قرنبيطه مسلوقه في الميه والملح والكمون وكمان متصفيه. هنجيب الصينيه اللي هنعمل فيها وادهنها زيت، وهنقطع القرنبيط زي ما انتوا شايفين. انا عايزه الجزء اللي فوق بس، اما اللي تحت ده فانا مش هحتاجه. تمام، يعني انا عايزه الجزء ده بس. هنحط فلفل اسمر وملح. معانا ذرة حلوة شطفتها من محلول الحفظ لانها ذرة معلبة. معايا نص علبة. الذرة هنا هتدي طعم جميل جدا، يعني ممكن نستغنى عنه من البروتين ونستكفي بالذرة بس. تمام. كمان معايا حوالي ربع كيلو من العصاج. ممكن نستبدل بدل اللحمة نحط صدور فراخ متقطعة شرايح زي الشاورما ومتشوحة في بصل وبهارات. كمان ممكن من غير فراخ ولا لحمة، ممكن نحط مشروم، بس زي ما قلتلكوا الذرة بس هو ده اللي أساسي معانا. خلاص، هندلعها بقى ونحط جبنة موتزاريلا. معايا كمان بشاميل عبارة عن 4 معالق دقيق و4 معالق سمنة أو زبدة أو زيت، مع 4 كوبايات لبن كامل الدسم. وده القرنبيطة صغيرة، كل ما كانت القرنبيطة أكبر اعملي بشاميل أكتر، لأن ده اللي بيديها طعم جميل. أنا هنا ما صورتش طريقة البشاميل لأن أنا عارفة أن كلكم شاطرين، اعمليه بالطريقة اللي انت متعودة عليها. خلاص، هنحط بقى جبنة موتزاريلا كده على السطح كمان علشان تدينا وش، وهندخلها على فرن سابق التسخين درجة حرارة 200. هنخليها لغاية ما تديها ما تاخد الوش الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شوفولي بقى الجمال والطعامة واللذاذة، كمان مغذي ومش بياخد وقت. جربوه ان شاء الله يعجبكم. اللي ما عملوش يعمله، واللي عارفه وعمله قبل كده يلحق يجربه تاني. ياريت بقى لايك للفيديو وشير، واللي ما اشتركش عندي يشترك. كنت معاكم نيرة سليم، انا بقدم محتوى عن الطبخ تحفة. يلا سلام.